السلام عليكم. هو ليس من أبناء إقليم كتالونيا، لا يحمل الجنسية الأسبانية، لم يكن لاعبا في برشلونة، ولم يكن ممن تدربوا على يد كرويف أو من مدرسة البرشا. لا توجد أي أشياء تربطه بنادي برشلونة. من النادر أن يأتي مدرب إلى برشلونة ويسرق الأنظار حوله ويجعل الجميع من إداريين وفنيين ومشجعين وجماهير والقاعدين والنايمين والرايحين والجايين يحبوه ويحترموه لهذا القدر، وهو ليس كتالوني ولا يحمل الجنسية الأسبانية. فليك عاشق لبرشلونة منذ سنين، وانتظر حتى أتت الفرصة لتدريب البرسا وهو بعمر 60، فانفجر الفريق وكان سبب نجاحه وإعادته إلى الساحة الدولية وبقوة من جديد. محظوظين جدا بك يا فليك، وستعمل بصمة كبيرة داخل النادي من جميع الجوانب. برهنت للجميع بأن العشق فوق كل شيء، وبأن العمل المربوط بحب وجهد كبير وثقة وإيمان باللاعبين وتحدي النفس والتغلب على الذات أهم شيء في كرة القدم. إن كنت تريد النجاح فاعمل بحب.